وصلني خبر ما بعرف مدى صحته، ولكن منشور، ومن حوالي الساعة بحاول دق على تليفون جلال بريك ما عم يرد. الخبر اعتقال المناضل التونسي الزعيم التونسي جلال بريك من قبل الانتربول الدولي بفرنسا. شيء مؤسف. كلمتين بتهمة التحريض والشتم والسب والقدح والدم. هل الحكومة التونسية أو أي حكومة هي منزلة؟ قرآن منزل؟ كتاب سماوي؟ ألم تقوم هذه الثورات العربية والربيع العربي لنشر الديمقراطية وحرية التعبير بعد أن كانت سياسات الدكتاتوريين هي كم الأفواه؟ مسخرة مسخرة لك، مسخرة عقول، مسخرة. طيب كثير منيح. شتم وسب جريمة لا تغتفر. قتل واغتصاب وتحريض على دولة اسمها سوريا بكيان قائم بيضة القبان بالشرق الأوسط، وإصدار فتاوى لتخريب هذا البلد وقتل شعب سوريا وتدمير هذا النظام الذي يعتبر بيضة القبان في الشرق الأوسط، النظام الممانع، النظام العربي القومي الوحيد. هذه مسألة فيها نظر. تهريب السلاح إلى سوريا مسألة فيها نظر. انتقاد من يفعل هذه الأشياء جريمة لا تغتفر. التحريض على تدمير وطن اسمه سوريا بكل الوسائل واحتواء ما يسمى بالمعارضة الخائنة في تونس مسألة فيها نظر. جلال بريك ينتقد الحكومة وتوجهات الحكومة أو أي متظاهر يخرج ليعبر عن رأيه، جريمة لا تغتفر. تدمير وطن اسمه ليبيا مسألة فيها نظر. انتقاد بن كعلوسة أو بنت كعلوسة بالحكومة التونسية منتمية لحزب النهضة ولا مش عارف مذهب الراسة تعبوهم أي حزب، جريمة لا تغتفر. هذا هو المجتمع البربري الهمجي الذي تحدث عنه العقيد القذافي، وتحدثنا عنه حتى ملينا الحديث. فرنسا حرية التعبير. هل جلال بريك يملك السلاح؟ هل يهرب السلاح؟ هل هو قائد تنظيم إرهابي؟ هل هو ينشر الفكر الإرهابي والظلامي؟ هل هو لديه عصابة مسلحة أو حزب مسلح، ميليشيا مسلحة؟ فقط هو يحارب بسلاح الكلمة، التعبير عن الرأي. يا من صرتم لتعبروا عن آرائكم يا جبناء. ولكن يوم بعد يوم تظهر الحقيقة جليا لهذه العقول المتخلفة التي لا زالت تصدق الربيع العربي. هذه الفوضى الخلاقة التي وعدنا بها، هذه الفوضى الهدامة لهدم الأوطان. نحن نملك سلاح الكلمة وهم يملكون المال، يملكون الفتاوى، يملكون التغطية الأمريكية من المخابرات، يملكون 130 دولة
تؤمن لهم التغطية باسم الديمقراطية يا عيب الشوم، ويملكون السلطة ويملكون السلاح والعصابات، ولا خجل ولا ريب في أن تتعامل أمريكا مع تنظيم القاعدة أو أي تنظيم إرهابي وتضع يدها بيده وتصافحه. خرجنا من أجل الحرية، من أجل الديمقراطية، من أجل لقمة العيش، من أجل الكرامة. شعارات فضفاضة مقرفة، شعارات مقرفة، والأقرف منها والأخس منها من يصدق هذه الشعارات، والأحقر منهم من يضع صورة المناضل تشي جيفارا الذي قدم حياته فداء لفكره وهو يساند أمريكا، يضع صورة جيفارا ويساند أمريكا الإمبريالية العالمية. هذه سياسة كم الأفواه من جديد؟ هذه هي الحرية والديمقراطية؟ انزعجتوا من مسبات جلال بريك؟ ما انزعجتوا لاغتصاب بلد؟ انزعجتوا من مسبات جلال بريك؟ ما انزعجتوا من أفعالكم؟ هل هي الديمقراطية انه كل شعب تونس معكم؟ او كل الشعب العربي يكون مع؟ هيدي هي سوريا، 23 مليون مواطن عم يقولوا لكم يصرخوا بكل صوت وكل العالم اجت، والدليل على ذلك انه لا جيش انشق ولا سفير انشق ولا غيره انشق. الدولة كلها والشعب كله عم يقول لك نحن مع رئيسنا، وانتوا لا بدكم تحرضوا وبدكم تمولوا وبدكم تأمنوا سلاح وبدكم تخربوا بسوريا وبكل وقاحة بكل التلفزيونات. تشتموا الرئيس بشار الاسد اللي تاج راسكم بشار الاسد، تشتموا رموز المقاومة اللي هي ردة الشرف للأمة العربية، تشتموا النظام وتشتموا طوائف وتحرضوا. هيدا مش عيب؟ هيدي مسألة فيها نظر؟ أما نحن نسبينا أحد الأشخاص الصعاليك اللي مستلم السلطة مغتصب للسلطة، جريمة؟ هيدا هو العالم، المجتمع البربري الهمجي. ولكن هيهات منا الهزيمة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. لبنان وسوريا يد واحدة مهما نبح من هنا أو من هناك أحد الأشخاص، لبنان وسوريا يد واحدة. نحن نساند النظام السوري الشرعي، نساند الرئيس الرامز بشار الأسد، هذا عبد الناصر الأمة، ولن نقبل لأحد أن يشتمه. من سيشتم أو سيأتي بكلمة عن الرئيس بشار الأسد سنشتم أمه وأبوه وحكومته وضباطه وجيوشه وكل المرتزقة اللي حواليه. كفوا عن التحريض في سوريا، هذا ما دعا له جلال بريك. وغدا نهار 24 دعونا لكل الفئات الحية، لكل هذه ما يسمى بالمناضلين، سموها مثل ما بدكم، لأنه كلمة حرية وأحرار قرفتها، ما فيش شيء اسمه حرية وأحرار، صرامة عتيقة حرية وأحرار. في قوميين، في ناس صاحبة مبدأ، في ناس صاحبة دين، في ناس صاحبة ضمير حي ووجدان حي. هيدي هي تحررين وحرية وخرية ما بدي أحكي فيها. هول الناس دعيناهم للخروج لمساندة سوريا، للضغط على هيدي الأزلام القطرية، أزلام أمريكا، للضغط على هذه الحكومة التي تحرض على تقويض الأمن في سوريا. جلال بريك يحرض على تقويض الأمن في تونس عندما يدعو الشعب للثورة من جديد ليأتي بما يختاره هو، وليست المخابرات، وليست الأموال القطرية، وليست الأموال السياسية، وليست ضحك على الدقون. هيدي جريمة. أما أنتم تحرضوا على بلد ذو سيادة حامي المقاومة، هيدي مسألة فيها نظر. تبا لكم بئسكم، شعب متخلف. ولم يرهبنا لا انتربول ولا شرطة دولية ولا غيره. أنتم طلبتم الديمقراطية وأنتم تطالبون بالديمقراطية. إذا كانت هذه الديمقراطية التي تطالبون بها حقيقية فلتدعوا الناس تعبر عن رأيها. أما إذا كنتم تريدون إرهاب الناس وجلب الراديكالية من جديد وترويع الناس وقمع الناس واغتصاب الناس، هناك صدام سيحصل، هناك
صدام سيحصل. وأنا باسمي وباسم الشباب في الصفحات أتكلم. أنا لست سياسي ولا صاحب منصب، أنا أعبر عن رأيي الخاص ولست ممثل لأحد، أنا ممثل نفسي. أنا أرى ما يكتبه الشباب بحرقة في هذا بعد هذه الثورة وبعد هذه الحرية لا يستطيع أحد الخروج باسمه الحقيقي. كيف لهذه الثورة الحرية والديمقراطية؟ كيف؟ أنتم تريدون جردان مخربة يختبئ خلف صور مستعارة ويحرض هنا وهناك. أي ديمقراطية تتكلمون؟ عن أي ديمقراطية تتكلمون؟ بالله عليكم عن أي ديمقراطية؟ هل لديكم عقول؟ أجسام البغال وعقول العصافير؟ بئسكم بئسكم، تبا لكم. لن نصمت ولن نسكت ولن نستكين، ونحن روح هذا الشعب وروح هذا الشباب، لن نستكين أبدا. وإذا ثبت اعتقال المناضل جلال بريك علينا بكلمتين: إلى الشوارع، إلى الشوارع، لا أكثر ولا أقل. هم يملكون المال ويملكون السياسي ويملكون المناصب والسلاح ويملكون من يساندهم، ولكن أنتم الشعب، أنتم الشعب، أنتم من تغنوا به، وأنتم خرجاتكم من تغنوا به وركبوا عليها. أنتم بتصرفاتكم، أنتم يا شعب تونس، يا شعوب عربية، إما أن نكون أو لا نكون، نكون أو لا نكون. نكون امبارح وعم نكون كل يوم ورح نكون بكرة إذا بقيتوا أنتوا هيك منيح. من الآخر عم بقلكم، إذا ثبت هيدا الشيء، الخروج إلى الشوارع، التخييم بالشوارع، ما بترجعوا على بيوتكم إلا ما جلال بريك حر طليق. أكثر من هودي الكلمتين ما في أحكي، لأنه شيء واقع مؤسف. ما احترنا بأي لغة بدنا نحكيكم، نحكيكم بالصرف والنحو، ولا بنحكيكم بلغة الكتاب المنزل، ولا بنحكيكم بالسب والشتم؟ بأي لغة بتفهموا أنتم؟ إن كانكم رجال لبالحرام لنساندكم كل يوم ومش خايفين من شيء. إن كانكم أنتم من أسقطتوا بن علي، مش أمريكا أسقطته لبن علي، هيدي المليونير كانت تخرج، خليها تخرج بكرة من أجل كرامة الأمة، من أجل تحرير من يتكلم باسم التونسيين المقموعين. أي حرية عم تحكوا عنها أنتم؟ أي ديمقراطية؟ أي تعبير عن الرأي؟ أي حرية تعبير؟ لكن أنتم ما فهمونا أي حرية تعبير. يعني خليه واحد ما ينصرع وينهبل. النظام السوري الوطني مليون تهمة، مليون انتقاد لدولة قائمة بحد ذاتها، مأمنة الأمن والأمان لشعبها، مأمنة المعيشة لكل الشعب، بكل وقاحة بتحرضوا عليها لتقويض هذا الأمن. أما ليبيا جارتكم اللي هي مجروحة، بدل ما تعالجوا لها جروحها جيت تفتحوا جروح جداد هون. لعن أبوكم بصرماية ولاد كلب، موظفين وطحانة، لعنة الله عليكم واحد واحد. واللي سبوا جلال بريك أنا بدي تني عليهم وسبهم. يلعن أبوكم بصرماية. لا بتعرفوا ديمقراطية ولا بتعرفوا دين، لا دين ولا ملة ولا زب القط. بدون شماتي. هيدي هي الحريه اللي بدكم اياها انتم يا توانسه، عيشوا فيها. ان شاء الله بتحترقوا بنارها لهالحريه، ان شاء الله بتنكووا بنار هيدي الحريه. وبتعرفوا انتم انه انتم سببتوا لكل الشعوب العربيه. اذا كانكم مش فاهمانين افهموها. ما زالكم انتم سببتوا للشعوب العربيه. ساعدوا بمداواة ما تسبب بهذا الجرح، اقله في ليبيا، وعدم تكرار المشهد في سوريا، وتحرير جلال بريك وغيره من المناضلين، والحصول على الحرية الحقيقية والديمقراطية الحقيقية، وإيصال الناس التي تستحق إلى السلطة. والسلام عليكم.